إذا زوار ومتتبعو موقع جدة نيوز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في دردشة ما قبل إفطار اليوم 8 من رمضان 2026. دردشة اليوم أو حلقة اليوم نتناول من خلالها موضوع النظافة بمدينة الجديدة، واللي غادي يكون هو البداية ديال سلسلة من المواضيع في انتظار حلقة خاصة عن قطاع النظافة بالجديدة ودفتر التحملات وما يتضمنه دفتر التحملات. غنقرأ عليكم دفتر التحملات وغنشرح لكم البنود ديالو، ونرجعوا لديك ديال الصلح ما بين الجماعة اللي كنا هضرنا عليها شحال هادي بالديتاي دابا بتفاصيل مملة. الحلقة ديال اليوم بطبيعة الحال غنهضروا فيها في البداية على واحد الموضوع اللي دابا شوفوا شحال باش دخلت الصفقة، يعني ماشي ديال البارح، الصفقة صافي اوبيراسيونيل وخدامة بزاف ديال الحوايج، وللأسف باقي كنشوفوا العديد من حاوية الأزبال ما يصطلح عليهم بلي باك من الصفقة باقين شادين معنا العضوض، عارفين ما يطلقوا من مدينة جديدة، وأيضا دي باك اللي هما مجرتلين مهرسين، ودفتر التحملات ينص على غرامات جزافية في هذه الحالات، ولا شيء يحدث بهذا الشأن. كنهضروا على لي باك دابا، لأن هذا هو اللي زعما زوين، هذا المخيم الفيلا زعما هذا حدا الحي السياحي ولا كلهم حدا الدفاع الحسن الجديدي ديال كرة القدم. هذه في الدخلة ديال تجزئة سيدي موسى ولا حي سيدي موسى، هذه في الطريق ديال الكلية أريحة. المهم هما بزاف، يعني لي باك بزاف ديال لي باك اللي مارسين واكلين عصا بمدينة جديدة. لكن ماشي غير هذا هو المشكل اللي خلاني ندير هذه الحلقة، وإنما ملي كتشوف الحلقة صافي، يعني كتشوف الصفقة صافي شدات الطريق، وكتشوف بأن المواطن نسى بداية الصفقة، وباق كتشوف بأنه الشركة توقفت على شي حوايج اللي عندها في دفتر التحملات خصها توجدهم. دابا خصني ندق عليكم ونقول لكم ما تستبلدوش عباد الله. علاش؟ لأنه في دفتر التحملات كاين واحد التصيصة خصها تكون تحت من لي باك جوانية مع الواد الحار باش يوليو ينيطوايو هادوك لي باك ويهود هذاك الماء ويمشي كاينة دفتر التحملات. داروها في شي بلايص باش فوديغ داروها في شي بلايص، يعني كاينة. كيفاش حبست دابا مبقاوش كيديروها؟ واش تقادت لهم بصلانة؟ واش تفاهموا مع الجماعة وقالوا لهم صافي حنا نميكو عليكم وانتم ميكو علينا ودايرة الأمور؟ المهم شي حاجة اللي مفهوماش هي اللي غادي نلاحظوا دابا في مدينة جديدة. ملي تخرجوا شوفوا هاد لي باك واش كاينين ولا لا، وشوفوا اللي قلت لكم هادوك اللي عندهم واحد التصيصة معلينها ومدوزين اللعيبة واش كاينين ولا ما كاينينش. وملي غادي ندوز لكم دفتر التحملات وناقشوه غيبان لكم بأنه بزاف د الحوايج ناقصة في جديدة، والجماعة لا تبالي،
واخر الهم ديالها هي هاد الامور هادي. وانا كنت عارف هادشي غيكون، علاش؟ لحقاش ديك الوقيته اللي كانوا خلاو جديده عامره بالزبولات شاكم كانوا كيوجدوكم اساكنه مدينه الجديده باش انكم اي حاجه كتعلق بالنظافه لا باقيينش تهضروا عليها. واش كاين شي حاجه غتكون كثر من ديك الوقيته اللي جديده غرقت في الازبال؟ واش كاين شي حاجه غنوصلوا ليها كثر من هذه؟ ابدا. اذا هذيك هي اصعب مرحله دوزت جديده من حيث النظافه، دازت بسلام. هضروا عليها الصحافه وزاره الداخليه ما كانتش حاضره، ما في اخبارهاش. الصحافه هضرتها معنا حنا، وزاره الداخليه ما فراسهاش، وحتى واحد ما فراسو هادشي. السكينه قبلت بالوضع ودازت ونسات، لان ربي الحمد لله عطينا نعمه ديال النسيان ونسينا هادشي وحتى حاجه ما وقعت. النتيجه انه حتى دوك اللي فيهم لي بيناليتي ما كيديروهمش، حتى لي باك اللي غادي نحطو فيهم الازبال هما ازبال بروسهم. هاد لي باك هما بروسهم ازبال خصهم يتلاحوا. قلت لكم هذه الحلقه الاولى من سلسله من حلقات نقدروا ندوزوهم دائما في دردشه، ونقدروا نخليهم حتى لشي حلقه بالليل ندوزوهم في اطار الحرب الغمزه. الى هنا تنتهي الحلقه ديال اليوم، والى دردشه الغد بحول الله. الى ذلك الحين استودعكم بين يدي من لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.